السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يسعد صباحكم يا رب. مالكم مش متشجعين معايا كده ومفيش لايكات ومفيش كلام حلو كده يا حبايبي؟ يا رب الفيديو اللي فات كده يكون عجبكم، بس ما كانش فيه عليه مشاهدات زي كل مرة. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب. معايا هنا 3 كوبايات دي يا حبايبي. معايا معلقة قرفة كبيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، هنا كوباية سمنة على زيت، يعني قيمة معلقة كده كبيرة سمنة او معلقتين، والباقي كوباية زيت، وكوباية الا ربع سكر او كوباية. الحلو دوت يرجع لك انت يا عسل، يعني تذكرة الحاجة دي ترجع لك. طب احنا هنعمل النهاردة ان شاء الله باستا فلورا بالقرفة وبالمربى التين اللي كنا عاملين، حاجة كده ايه فاخر من الاخر. الطعم ان شاء الله هيعجبكم، او اللي بيحبوا القرفة هتعجبهم قوي 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 بزيادة ان شاء الله. هنا يا حبايبي بقى ايه، نزلت بالسمنه الاول بحيث تدي كده قوام كريمي الاول مع السكر البودر، وبعدين نزلت بالزيت اللي عند ما يدوب ويفك السكر البودر خالص. نزلت هنا ببيضتين عليهم فانيليا سايله او فانيليا بودره اللي يريحك. اللي طعم التين مع القرفه حاجه كده ايه تحفه، اللي ما جربهاش فايته كتير. متهيألي انا ما شفتش حد خالص عمل باستا فلورا بالقرفة وبالتين. الميكس دوت يا حبايبي جميل اوي، جربوه مش هتندم، حصري عندنا بس. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب، يصبحكم ويربحكم ويسعدكم بحبايبكم يا رب. يا رب نشوفهم في احسن حال واتم صحة يا رب العالمين، واشفي مريضهم ونجحهم ويهديهم واحفظهم من كل سوء. اللهم امين امين يا رب العالمين. كده حبايبي احنا ما بنعجنش، احنا اول ما مزجنا البيض والسمنة والزيت والسكر جامد، ادانا قوام كريمي كده، نزلنا بيهم على الدقيق والقرفة والبيكنج باودر، بنلم كده يا حبايبي بطراطيف صوابع. طبعا ايدك احسن من معلقه او سباتله او حاجه، بتبقي مالكه انتي مالكه ايه، مالكه العجينه وبتبقي حساها كده ما شاء الله من وهي عجينه كده حبايبي في ايديا. اللهم بارك على ريحه القرفه فيه. شوفوا القوام مقادير اللهم بارك مظبوطه على الشعره كده حبايبي. هقسمهم جزئين، بحيث جزء هفرده كده في الصينيه اللي دهنتها زيت، والجزء التاني هبشره على الطبقة من فوق بعد ما احط مربى التين. شوفوا حبايبي ما شاء الله العجينة جميلة. شوفوا المربى اللي كنا عاملينها سوا اللهم بارك، جمال ونظافة وتوفير. جربيها وعلى ضمانتي ان شاء الله. فردتها اهو يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك. الارضية انزل بقى بالتين، الكمية دي ترجع لك طبعا، بس الوسط في المعقول، لا تبقى كتيرة قوي وزيادة عن الحد، ولا تبقى مش باينة في قلب منه. ما شاء الله جميلة التين مع القرفة. يعني انا ما جربتش هي جت معايا بالصدفة ان انا جربت التين مع القرفة دي. بصراحة ربنا يعني كنت مبهورة من جمال الخليط سوا. يعني نقول تين قرفة، لا جربوا مش هتندم ان شاء الله. طبعا ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك. الله يسعدكم يا حبايبي. انا في معظم فيديوهاتي بنسى خالص اقول لكم اللايك، وبالتالي انتوا كمان بتنسوه. يلا كده لاجل الصلاة على النبي كده ان شاء الله تقوموا حاطين لي اللايك كده وانتوا فاكرين وانا بقول لكم دلوقتي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، بقى نحيا وعلينا نموت وبقى نبعث ان شاء الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اوصيكم ونفسي يا حبايبي بذكر الله. ربنا يجعل قلوبنا ولساننا دايما عاملين بذكر الله، اللهم امين يا رب. شوفوا الخليط بيتبشر معاكي بكل سهوله ازاي. ما تحاوليش يا حبيبتي تبشريها في الطبق وبعدين تشيليه، حطها هنا على الرف الوسطاني اهو يا حبايبي. خدت لها نص ساعه في الفرن. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. الريحه بقى ريحه البيت وهي كده حاجه بالقرفه في الفرن. اللهم بارك. عطرتيه ولا تستهملي بقى معطرات خارجية ولا الكلام ده خالص، كفاية ريحة القرفة كده ملت البيت كله.
اجمل ريحه. هنا قطعت هنا مثلث اهو، اوريكم ان هو ما شاء الله اللهم بارك. واوريكم برضو ايه لو حابه تقطعها بالورب كده تديكي سمبوكسات كده صغيره. التقطيعه دي ترجع لك انت يا حبيبتي. مين بقى محب الطرف زيي؟ قطعت كده حته من الطرف معايا كده، وقلت اما ادوقها معاكم. شوفوا الجمال، والمربى الكميه فيها معقوله. شوفوا الجمال، بسكوتايه تحفه اللهم بارك. تعملوها كده وتتهنوا. ويا رب يا حبايبي اكون بقدر افيدكم باي معلومه. متنسوش اختكم باللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.